في حلقة النهاردة هنتكلم عن بطل الدوري المصري موسم 2024-2025 اللي لسه لحد دلوقتي متعلق في الفيفا. الكاس النهاردة خطبة اتحاد الكورة ورابطة الأندية والنادي الأهلي ونادي بيراميدز بخصوص مشكلة الدوري المصري. رابطة الأندية أهدت الدوري المصري لصالح النادي الأهلي على طبق من فضة وخلفه اللوائح والقوانين علشان خاطر الاهلي اللي صرف مليارات ما يطلعش بموسم صفري. رابطة الأندية الوحيدة اللي متورطة في إهداء الدوري للنادي الأهلي. النادي الأهلي خد الدوري المصري بسبب رابطة الأندية، ورابطة الأندية اللي المفروض بتحافظ على اللوائح والقوانين وتنفذ القانون لمصلحة الكرة المصرية خلفت اللوائح والقوانين لصالح النادي الأهلي. النادي الأهلي برغم المليارات اللي صرفها الموسم اللي فات خرج من الكاس، خرج من دوري أبطال أفريقيا، مش هيفوز بالدوري ومش هيفوز بأي بطولة محلية. طب بالنسبة للمليارات وبالنسبة للدعم الإعلامي وبالنسبة لكل حاجة بتحصل من الدولة أو من المسؤولين عن الرياضة في مصر لصالح النادي الأهلي، هنعمل إيه؟ لازم نخالف اللوائح والقوانين علشان خاطر الاهلي يطلع باي بطولة بعد ما خرج بفضيحة من بطولة دوري ابطال افريقيا. صن داونز اللي خرج النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا وبيراميدز يفوز عليه علشان خاطر بيراميدز يفوز بدوري ابطال افريقيا، ويطلع الاعلام يقول لك بيراميدز اخذ مكان الزمالك يلاعب بيراميدز في بطولة ويفوز على بيراميدز وياخد من بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا كاس مصر. وبكده النادي الاهلي ما يفوزش باي بطولة خالص في الموسم ده غير بطولة التزوير وبطولة مخالفة اللوائح وبطولة مخالفة القوانين برعاية رابطة الأندية، مش اتحاد الكورة بقى في الوقت ده، لا، رابطة الأندية. في لائحة كرة القدم المصرية المنسحب من المباراة بيتم خصم منه 3 نقط انسحابه للمباراة و3 نقط نهاية الموسم. الكلام ده اتطبق على كل الفرق اللي بتنسحب من المباريات في الدوري المصري، ومنها نادي الزمالك اتطبق عليه العقوبة دي، خصم 3 نقط في المباراة وخصم 3 نقط نهاية الموسم. طب بالنسبة للنادي الأهلي، لا، النادي الأهلي في حالة استثنائية. اتحاد الكورة خصم من النادي الأهلي 6 نقط. رابطة الأندية قالت لك لا، النادي الأهلي كان عنده ظروف قهرية تمنعه من حضور المباراة. ايه هي الظروف القهرية دي؟ النادي الأهلي يقول لك احنا طالبنا اتحاد الكورة ورابطة الأندية باستخدام حكام أجانب وهم ما جابوش حكام أجانب للمباراة. هل دي الظروف القهرية اللي تمنع فريق ان هو يروح يلعب في مباراة؟ طبعا بالنسبة للكاس ما فيش الكلام ده يا حبيبي. ايه الظروف القهرية دي؟ زلازل وبراكين وسيول. هل حصل في مباراة الاهلي والزمالك زلازل وبراكين وسيول؟ طبعا ما حصلتش. وده اللي الكاس بعت لاتحاد الكورة ورابطة الاندية والنادي الاهلي وبيراميدز والزمالك معاهم النهاردة علشان خاطر يعملوا اجتماع علشان هيحددوا بطل الدوري المصري موسم 2024-2025 نهاية شهر 8، نهاية شهر أغسطس، الشهر اللي احنا فيه ده هيتحدد بطل الدوري المصري. طب الكاس طالب من النادي الأهلي ايه؟ وطالب من اتحاد الكرة ايه؟ وطالب من رابطة الأندية ايه؟ وطالب من بيراميدز والزمالك ايه؟ طالب منهم السبب اللي خلى رابطة الأندية تدي أو تهدي الأهلي الدوري المصري. اتحاد الكوره رد عليهم قال لهم انا خصمت من الاهلي 6 نقط، المنسحب من المباراه اللائحه بتقول يتخصم منه 3 نقط في المباراه و3 نقط نهايه الموسم، وده اللي انا عملته. نادي بيراميدز بيطالب بتحقيق اللائحه اللي هي ايه؟ اللائحه اللي بتقول خصم 3 نقط من المنسحب في المباراه وخصم 3 نقط نهايه الموسم. النادي الاهلي رد قال ايه؟ النادي الاهلي رد قال لك احنا طالبنا اتحاد الكورة باستخدام حكام اجانب للمباراة الزمالك واتحاد الكورة ما لباش طلبنا. رابطة الأندية ردت قالت احنا خصمنا 3 نقط من النادي الاهلي بسبب ظروف قهرية، وما ينفعش حد يعترض على اي حكم صادر من رابطة الأندية. فالكاس قال لهم طب يا حبايبي يا حلوين تعالوا معايا كده في اجتماع زوم وهنحدد نهاية أغسطس مين بطل الدوري المصري. هنا هنقول 1000 مليون مبروك لبيراميدز بطل الدوري المصري،
ألف حسرة على رابطة الأندية اللي بتزور لصالح النادي الأهلي وبتهدم وبتدمر الكرة المصرية ومصلحة الكرة المصرية لصالح نادي أيا كان النادي مين. ومفيش نادي في مصر بيتعمل له كل الخزعبلات دي غير النادي الأهلي. فرابطة الأندية تطلع بفضيحة نهاية شهر أغسطس بسبب مجاملتها للنادي الأهلي بإهدائه الفوز بالدوري المصري موسم 2024-2025.